السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وطيبين وفي احسن صحة وحال. صباح الخير وصباح يوم جديد. النهاردة ان شاء الله هشارك معاكم في الفيديو ده زي الفيديو اللي فات مقتطفات من كل الايام اللي فاتت، لاني ما بعرفش بقى خلاص اصور روتين يوم بيوم، لاني ما عنديش حاجة في يوم واحد اقدر اصورها يعني. المهم صحيت اليوم ده وقررت انه يلا نشاط بقى. انا كان بقالي فترة بحاول اصحى بدري، لكن الايام دي بصوا نوم متلخبط. المهم صحيت، عملت روتين الصباحي، غسلت اسناني واستخدمت الغسول، غسلت بشرتي، وبعد كده فتحت البيت وقلت ادخل اشرب حاجه سخنه. بشرب إيه الصبح؟ بحاول اشرب شاي اخضر او كده. دخلت اتفاجئت ان الانبوبه فضيت يا ولاد، وقلت يلا ننزل نجيب واحده. غيرت الانبوبه بطلوع الروح، بعدين طلعت قلت اكمل الروتين بتاعي، هحط بس مرطب على بشرتي، وده كان مرطب من ايفا، رخيص وعادي شغال حلو يعني مش وحش. ما عملتش شاي اخضر، قلت هعمل قهوه. وبالمناسبه كده ريفيو سريع، القهوه دي مش حلوه خالص وغاليه وما حدش يجيبها. اسمها سيلاز تقريبا، النوع ده منها مش حلو، ما جربتش غيره. دي اسمها قهوه تورينو لايت. لا طعمها مش حلو خالص يعني، ما عجبتنيش. خليت بابا جربها، اخويا جربها، كل جربها، لا لا مش حلوه، فيها حاجه غلط. نيجي بقى على روتين الاستعدادات، بما ان عندنا فرح يا ولاد، فقلت يلا ايه، انا انا بطيئه في موضوع التجهيزات ده، بس قلت يلا هعمل الحنه، بما اني انا عندي حساسيه من الصبغه فما صبغتش، فبعمل حنه. وكنت جايبه حاجه اسمها قرمز، والقرمز ده اختراع زي النيله، هبعمل لكم عنه ريفيو بعد كده، بس طبعا مش هرميه بما اني جبته. فقلت هعمل لشعري حنه، ماسك الحنه العادي اللي انا شاركت طريقته معاكم، وحطيت معلقه واحده بس من القرمز ده، بينشف الشعر بطريقه صعبه قوي. وطبعا الحنة بقى ايه، بنسيبها على شعرنا شوية، كام ساعة على قد ما تقدري. وبس عملت الحنة على شعري، عملت حنة من اللي هي بتاعة الأظافر بتاعة جمانة دي على ضوافر رجليا، بس مش هعمل على ايديا. وبعد كده قلت اشارككم بقى المشتريات اللي اشتريتها طول الفترة اللي فاتت. الحاجات دي انا ما اشتريتهاش في مرة واحدة يعني، كنت شارية كل ما بنزل كده، كل اسبوع كل اسبوعين بجيب حاجة. جبت التيشيرت ده للبيت، وجبت طرحتين من البنات اللي في دمياط، كنت جايباه من محل اسمه عالم تاني قدام عيسى مول في شارع الشرباسي، في الشارع اللي هو بيبقى في اوله كده خالد الحلواني، شارع معروف للناس اللي موجوده في دمياط. جبت الطرحتين دول، قلت يبقوا ايه، مش لطقم واحد يعني، يمشوا على كذا حاجة. لان انا بما اني خلاص في الفيديو كنت بجهز شنطتي عشان همشي اروح اقعد عند ماما بقى الكام يوم اللي قبل الفرح وكام يوم بعد الفرح. ف فكان لازم ايه، مش عايزه اشيل حاجات كتير، فاللي هو مثلا اخد طرح تليق على كذا طقم، اخد بنطلون يليق على كذا طقم كده يعني. وهشارككم برضو الحاجات اللي انا خدتها وكده. ومن ضمن المشتريات اللي جبتها، كنت عايزه اعمل تنظيف بشره. فلما سالت قالت لي ب 500 جنيه. فلا الحمد لله، انا اصلا كده كده بعتني ببشرتي، فقلت نشتري لنا ماسك ونعمل احنا بقى ايه شويه حاجات في البيت وخلاص. جبت الماسك ده من بوبانا، وانا الوقت اللي بسجل لكم صوت على الفيديو ده لسه ما جربتش الحاجات، فلما اجرب الحاجه هقول لكم اذا كانت حلوه ولا لا. والماسك ده اللي هو الشيت ماسك. وجبت كمان اللزقه دي اللي هي بتتحط على الانف عشان الرؤوس السوداء، بما ان هنعمل تنظيف بشره يعني. سعرها كان 35 جنيه او حاجه. فيعني في حاجات مش فاكره اسعارها، لان بجد في حاجات في الفيديو ده متصوره مثلا من شهر فات، بس انا زي ما قلت لكم مجمعه لكم المشتريات. طبعا لو ينفع نروح نعمل تنظيف بشرة بقى في مكان حلو وندفع كده، بس يعني ايه، انا بحاول اقلل المواضيع شويه، لانه حرفيا كل حاجه بقت الاسعار مش طبيعيه. المهم بما ان انا اللي هعمل ميك اب لنفسي، فمفيش، انا في العادي ما بستخدمش اسمه ايه ده، فاونديشن او كريم اساس او حاجات من دي، بس بما ان فرح بقى فجبت الكريم الاساس ده من اليجون. طيب، اليجون عامله عروض دلوقتي في الوقت اللي انا بتكلم فيه ده، عامله عروض تاخدي منتجين وعليهم منتجين هديه. انا جربت العرض ده السنه اللي فاتت وكان حلو قوي، استفدت بيه. يعني مثلا لو انت شاريه حاجات ب1000 جنيه، هتلاقي نفسك دافعه 500 جنيه، شاريه ب500 هتلاقي نفسك دافعه 250 كده يعني. فجبت الصن بلوك، وجبت كمان الصن سكرين جل. انا دلوقتي طبعا بما ان احنا في الصيف ما بعرفش اخرج خالص من غير ما بحط صن بلوك على بشرتي، فكنت بستخدم ولا زلت بستخدم دلوقتي بتاع انفينيتي، بس بصراحه الفورمولا او التركيبه بتاعته زي الزفت، وبيعرق البشره بطريقه صعبه، وبيخلي وشك ملزق وزاني طبعا برضو.
الحاجات دي هعمل لكم عنها ريفيو بعدين. فعشان كده جبت اليجون. وبما اني بقالي فتره طويله جدا جدا مهمله في شعري، فقلت ايه اجيب اي حاجه كده. كنت عايزه اجيب منتج معين للشعر بس لقيته مقرب على 2000 جنيه، فمش وقته. فجبت ده كان ب200 وحاجه يعني. فدي الحاجات المنتجات اللي انا جبتها، اللي هو ايه قلت يعني شويه عنايه بقى، يعني بان الفتره اللي فاتت فعلا كنت مهمله جدا. ده القرمز ده كان تقريبا ب75 جنيه، وسمعت عنه ريفيوهات كتيره جدا انه حلو وجميل. جربته مره، حطيته لوحده كده على شعري من غير حنه ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم فضلت قاعده اسبوع عباره عن الانسان احمر، اللي هو انت شعرك بيحمر، فروه راسك بتحمر، ودانك وكل حاجه. بصوا وشك وايديكي والمخده، وهتفضلي كل ما تغسلي شعرك تلاقي ميه حمراء بتنزل. فلا ما عجبنيش خالص. من الحاجات اللي خلصت كده برضو عندي الفتره دي عشان كنت اتسالت بس في فيديو ايه الفيتامينز اللي بتاخديها او بتاع. انا ما كنتش باخد فيتامينز، وده مش فيتامين، ده كبسولات كده كان الدكتور كتبها، خلصتها ومش هكررها تاني. المفروض ان هي بتقلل رغبتك في تناول السكريات، بس انا اصلا شخص مانع السكريات، فبالنسبه لي ما فرقتش معايا قوي، فخلصتها ومش هشتريها تاني. طيب، وبما اني مش باخد فيتامينات بقالي كتير قوي، فقلت لا يعني شويه اهتمام بقى. انا بحاول اكل اكل صحي على قد ما اقدر طول الفتره اللي فاتت، لكن بما اني قاعده عند ماما في التوقيت اللي بسجل لكم فيه ده، فانسوا بقى لا في جيم ولا في رياضه ولا في مشي ولا في اكل صحي ولا في نوم ولا في اي حاجه. فهنعدي بس الاسبوعين دول ونرجع لحياتنا تاني. جبت بقى الفيتامينز دي، جبت واحد ليا واحد لزوجي العزيز. جبته بكام يا ربي؟ انا اخر مره كنت شاريه كان ب130. رحت بقى قعدت مثلا سنه ما جبتوش. جبته الرجالي ب266 من صيدليه، ورحت بقى في صيدليه تانية لقيت ان ايه عملت لي خصم، جابت لي واحد تاني ب230. طيب، وباخد كل شهر فيتامين د اللي هو دي كابرينو ده، بحطها على نص كوبايه لبن. ففيتامين د باخده مره واحده بس في الشهر، اما الفيتامينات التانية دي بتتاخد كل يوم عادي. كمان جبت الزنك ده اللي هو اسمه زنك ترون، حلو برضو. فانا جبت الفيتامينات، واحد الازرق ده اللي هو الرجالي، والتاني ده اللي هو ليا، واحده بس في اليوم بتاخديها الصبح. المفروض انه بيدي طاقه ومش عارف ايه، فاحنا بنحاول نهتم بقى انه آه، بصوا، عشان الناس لا تتكلم على الاسعار، هي كل حاجه غاليه عموما. الاكل الصحي غالي. بس انا دايما وقلتها لكم قبل كده، ما هو الاكل الصحي غالي والجيم غالي والفيتامينز غاليه، بس كمان الصحه اغلى من كل دول. ولو عيينا شويه او تعبنا شويه زي ما حصل لي مثلا، تقعدي تصرفي قد كده على الدكاتره. فلا، احنا الوقايه خير من العلاج. نحاول ان احنا نهتم بنفسنا بصحتنا، والنفسيه اهم من اي حاجه. انك تبقى نفسيتك كويسه اهم من اي حاجه. انا الفتره دي النفسيه في الارض لا، في الارض ايه، تحت الارض، حفرت الارض ونزلت تحت. فالحمد لله. بس هنفرح بقى يا ولاد، عندنا فرح كده وبنحاول آه نرجع في مود السعاده يعني، الحمد لله. فبس حطيت بقى الفيتامينز دي كده كل حاجه في مكانها. وبعدين كنت نزلت السوق ورجعت. طيب، انا الكام يوم اللي فاتوا كنت بحاول افضي البيت، اللي هو انا مثلا هقعد 10 ايام مش في البيت، عايزه لو في خضار في التلاجة، لو في اي حاجه افضيها. فالحاجات اللي كنت بجيبها كانت على القد بالظبط. خلاص انتوا حفظتوا معايا، لازم كل اسبوع بجيب علبه المشروم، علبه التونه، بجيب الشوكولاته الدارك. لا مش بجيبها كل اسبوع لان بصراحه اسعارها غاليه قوي، فانا بجيب مره واحده بس في الشهر. الشوكولاته الدارك دي ومش بجيبها مثلا يعني. بصوا، الشهر اللي فات انا اشتريت الهيلثي سبريد ده، اللي هو بديل للنوتيلا بس مش مقاطعه، وبديل صحي مع محلى بسكر ستيفيا. مثلا حبيت اكل حاجه مسكره، بطلع عليها الرايس كيك او توست الارز ده، واحط عليه معلقه من الهيلثي سبريد ده. فالهيلثي سبريد ده خلص، ده كان الشهر اللي فات. فالشهر ده قلت خلاص هجيب واحده من الشوكولاته الدارك، كانت تقريبا ب95 او حاجه. فبجد هي الاسعار صعبه يعني، بس عادي. المهم جبت كمان الاوروفوكس ده. اسناني وجعني وجع مش طبيعي، ومش مفيش وقت دلوقتي خالص انا اروح للدكتور. فقلت على الاقل هجيب الغسول ده زي الليسترين كده. عارفين الغسول اللي هو الغرغره بتاعه الفم، اللي هو مش بيتبلع، بتحطي مثلا بالغطا كده شويه، وتتمضمضي بيهم وتسيبيها 5 دقايق وتمام، وما تشربيش ورا ميه ولا بتغسلي اسنانك ولا اي حاجه. لو عايز تغسلي اسنانك بتغسلي اسنانك قبل الغسول مش بعده. كان سعره حاجه و40 تقريبا. جبت كمان البريتسلز دي من السوبر ماركت.
كنت عايزه اكل حاجه مقرمشه، وانا مش باكل شيبسي ولا كده. فبس بصراحه لا، طعمها ما عجبنيش، ما انصحش حد بيها يعني. وجبت رز بسمتي، انا ما عنديش رز، رز عادي خالص. والرز البسمتي كمان خلص. فبما اني برضو زي ما قلت لكم عايزه حاجه بس تمشيني كام يوم قبل ما امشي، فجبت الكيس ده. كنت جايبه قبل كده الرز اللي قبله يعني كان غالي قوي، كان ب130 140 الكيلو. كنت جايباه من عند القواس، بس كان رز هندي ومش عارف ايه، واللي كان اغلى نوع في المحل وكان وحش قوي. فقلت هجيب رز عادي بقى. والفاكهه الوحيده اللي تقريبا باكلها الفتره دي هي الكمثرى، وبرضو اسعار في يعني حاجه صعبه. الكمثرى عندنا الكيلو ب40 جنيه. فجبت كيلو واحد بس من الكمثرى، وبتقعد عندي اسبوع مثلا. وبدات احوش في الحصاله عشان رمضان. انا بحوش عن طريق يعني حاجتين: يا اما هحوش منتجات، اللي هو مثلا لو في حاجات ينفع تتفرز. بتهيألي انا قلت لكم الفيديو اللي فات، انا ساعات بنسى انا قلت ايه. المهم انا الحاجه الوحيده اللي فرزتها كانت المانجا، ودي فرزتها عشان رمضان ان شاء الله يعني. وهنبتدي نحوش مثلا ايه. يعني النهارده كنت رايحه مشوار الصبح، هاخد توك توك ب10 جنيه رايح وتوك توك ب10 جنيه جاي، فقررت ان انا اتمشى. فاخدت ال20 جنيه هحطها في البتاع في الحصاله كده يعني. هي نفس الفكره اللي بعملها معاكم على طول. خلصت كل الحاجات اللي ورايا، وبعد كده جينا لاخر يوم بقى، اللي هو انا بكره همشي اروح لماما. فهبتدي اجهز الشنطه بتاعتي، هاخد النوت بوك بتاعتي والقلم والماركر، علشان انا شخص لما بيبقى ورايا حاجات كتير ببقى لا لازم اكتب. لازم اكتب بالورقه والقلم انا ورايا ايه الايام اللي جايه. عايزه انزل اجيب الفستان، واجيب حاجات الفرح، واجيب مش عارف ايه، ونروح القاهره ونعمل ونخلص ورق وادفع مش عارفه اقساط ايه. فاهمين؟ فهتحسي ان انتي لايصه كده. فحطيت بقى العلاج بتاعي، هاخده كده في بوكس كده لوحده، او في مكان يعني هحط العلاج لوحده. بما ان انا عارفه هقعد ايام قد ايه، فحاولت اخد علاج يقضي الايام اللي انا قاعداها بس. كمان الفرش بتاعه الميك اب، انا كنت جايبه السيت ده من H&M، بس من 100 سنه تقريبا، من زمان قوي، من ايام ما كنت في السعوديه. فطبعا الفرش عايزه تتغسل، يعني لازم تتغسل وتتنشف كويس، عشان يعني انا ما بحطش ميك اب على طول. ف فالفرش بتبقى ايه، ممكن تطرب، تبقى بقايا ميك اب قبل كده، فلازم تتغسل عشان بشرتك ما تبصش. ايه الحاجات اللي هاخدها؟ حاجات بسيطه للعنايه، اللي هو مثلا حاجه مرطب للبشره مش عارفه ايه. طيب لو في حاجه من الحاجات اللي بستخدمها مقاطعه، فوالله العظيم عندي من قبل المقاطعه. لكن اصلا انا اللي هي مثلا حاجات لوريال او ميبلين او كده، حاجات اصلا غاليه اوفر، وسواء بقى مقاطعه او غير مقاطعه ما عادش هجيبها. لكن 90% من الحاجات هي حاجات مصريه ومش مقاطعه. طلعت الشنط دي كانت جالي هديه. آه، معلش، عذرا. انا بسجل لكم صوت على الفيديو ده وانا مش نايمه، بقالي يومين ما بنامش، بنام ساعتين في اليوم تقريبا. كنت في القاهره الصبح ولفيت لف السنين، وراجعين الساعه 1 بالليل، قلت انا هموت وانام، ما نمتش برضه. فالمهم حطيت البرفانات، هاخد واحد رجالي واحد حريمي. بحاول ايه لو عندي اكياس كده بتاعت حاجه، بحيث انه الحاجه في الشنطه ما تبقاش كلها على بعض، الميك اب على حاجات السكين كير على الهدوم على العلاج على مش عارف ايه. لا، كل حاجه تبقى لوحدها. حطيت بقى العلاج لوحده، حاجات العنايه لوحدها، البرفانات لوحدها. بحاول ما انساش حاجه. عايزه اقول لكم اليوم ده كنت كل شويه خلاص وانا هنام بنام خلاص افتكر ايه ده انا ما حطيتش فرشه السنان، ايه ده انا ما حطيتش مش عارف ايه. فمع ان انا مش مهاجره يعني بس هو الفرح في القاهره، فما ينفعش انسى حاجه، ما ينفعش انسى حاجه خالص. ومش عايزه ارجع الشقه تاني. فكل هنا كنت كل شويه انسى ايه ده ما حطيتش المشط بتاعي. وهاخد كمان واحده من اللي هي الفلامينجو دي. انا كده كده يعني بنسبه كبيره مش هحتاجها، انا اصلا بعمل ليزر، فمش بحتاج الفلامينجو قوي، بس احتياطي يعني تبقى معايا، علشان ما اضطرش اروح اشتري اي حاجه. بعد كده هجهز الهدوم. انا محتاجه هدوم خفيفه سهله، عشان الطريق، علشان هنزل كتير، فلازم حاجة صيفية. حاولت ابعد عن الاسودات، بس طبعا اللي فيه طبع عمره ما هيغيره، ما قدرتش. فقلت خلاص يعني هناخد حاجات سهلة كده تبقى لان هننزل كتير وهنمشي كتير وهنلف كتير. فبس كده جهزت هدومي، وحاولت ان انا يعني ما افورش قوي. انا مش مهاجره زي ما قلت لكم. فبس انا والله بحاول اشارككم في تفاصيلي، انه يعني ان شاء الله لما ننزل. انا الفيديو ده مسجله لكم عليه صوت يوم الاربع، والفرح يوم السبت. يعني لسه انا بسجل الاربع الصبح، دلوقتي احنا الساعه تقريبا 8 الصبح او حاجه. اربع خميس جمعه 3 ايام، وبعد كده الفرح. جبتي الفستان يا سوسو؟ لا. جبتي اي حاجه؟ لا. احنا يا دوب جبنا بقى اللي في البيت خلصوا يعني، او ماما بابا اخواتي كده، انا لسه.
بس انا جبت كام اتيليه كده هنزل اجيب منهم، قصدي ابص فيهم وبس. يعني ان شاء الله هنزل النهارده بعد ما الضيوف والناس يمشوا، الف بقى لف السنين ان شاء الله يا رب الاقي حاجه يعني. وبس كده، هنا كنت جهزت كل حاجه، والشنطه دي هي اللي انا هاخدها معايا. بصوا هحشو فيها كل حاجه، انا مش شايله شنط كتير بس هتاخد ان شاء الله، والله بتاخد حاجات كتير. خلصت الشنطه وجهزتها، وبعد كده قلت اتعشى. وزي ما قلت لكم كنت بفضي التلاجة، مفيش عندي خضار، مفيش عندي اي ولا عيش ولا اي حاجه خالص. فيدوب كان في قطعه من صدر فرخه، مش صدر كامل كمان، كنت متبلاه يعني، هي بس تبان ايه كبيره شويه، بس هما شريحتين يعني مش صدر كامل. وما كانش عندي غير واحده بس من الفلفل الاخضر، وحبيتين كده قطعتين من الخيار المخلل باقيين من وجبة امبارح. فبس اتعشيت وخلاص كده، نمت. وتاني يوم بقى صحيت وتوكلنا على الله، هاجرت رحت دومات الجديدة، ولازلت قاعدة بسجل لكم صوت اهو. وان شاء الله بقى لما انزل اجيب الحاجة اوعدكم اني اصور لكم. معرفش اذا هعرف اصور في الفرح ولا لا، انتوا عارفين اللبخه ولا كده، بس اي حاجه هعرف اشاركها معاكم هشاركها معاكم. المطلوب منكم بقى دلوقتي انكم تدعوا لي دعوه حلوه كده بصلاح الحال وربنا يفرجها من عنده، وان انا اقدر بجد. انا نفسي ارجع استمر ان انا اشتغل على القناه تاني وانزل ويرجع عندي شغف للتصوير و بس يلا هي ان شاء الله فتره وهتعدي وكله تمام يعني. الحمد لله الحمد لله. انا كل ما الصيف بيقرب يخلص وبندخل على مرحله ان الجو لطيف، كل ما نفسيتي بتتحسن شويه. الفتره الجايه ان شاء الله آه، هيبقى المفروض بقى تنظيفه بقى اللي هي قبل المدارس دي. انا مش رابطه نفسي بتنظيف المدارس ولا حاجه، بس انا عايزه ايه، ابتدي واحده واحده ارجع الشقه للفرش الخريفي شويه. فاحنا مع بعض يعني ان شاء الله اي حاجه هعملها وهينفع اصورها هصورها معاكم. وادعوا لي يا ولاد دعوه كده من قلبكم ان انا اعرف انام. من خرج من داره اتقل مقداره، كل ما اخرج من البيت اقول لهم نفس الكلام. انا مش عارفه انام، ما بعرفش انام غير في بيتي. انا عايزه اروح. ان شاء الله امي ما تسمعش الفيديو ده. والله لا الحمد لله الواحد مبسوط وكل حاجه، وعارفين بنبقى مبسوطين في بيوت اهالينا وكده، بس انا ما بعرفش انام يعني خلاص فاهمين. انتي اتعودتي على بيتك على حاجتك على حياتك، فالدنيا بقى بتبقى يعني ربنا يعدي بس الكام يوم دول على خير ونرجع لارض الوطن تاني. فبس كده قلت اخدكم معايا جوله كده في الطريق وانا ماشيه. كان الجو حر جدا جدا في اليوم ده، ويا دوب روحت حطيت الشنطه ورحت لفيت كده كام مشوار خلصتهم ودفعت اقساط وحاجات. وبعدين لقيت اخويا اللي هو ايه، انا رايح القاهره وراجع تيجي معايا؟ يا حبيبي يلا. وهاجرنا رجعنا الساعه 1 بالليل. كنت هموت، اللي هو انا مش عارفه انا عارفه نفسي كده ليه. بس انا يعني في تعب جسدي بس انا مبسوطه يعني. لو احنا رايحين بنشتري حاجات مش عارف ايه، فبتبقى فرحان ان انت بتعمل حاجه حتى لو متعبه، انت في نهايتها هتبقى مبسوط ان شاء الله. فربنا يسعدكم جميعا ويفرحكم ويحقق لكل الناس كل احسن بكتير من اللي هما بيتمنوه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. معلش طولت عليكم، بس قلت اشارككم كل احداث الفتره اللي فاتت، واستنوني قريب ان شاء الله فيديو جديد. وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم.